آخر ليلة في المغرب، آخر ذكريات في البلاد المزيانة هذه. نغادر ببرشا حزن، بوجيعة، بغصة، نغادر على منتخب وطني تونسي خذلنا، نغادر برشا ذكريات خليني نقول باهية في سياحتها وحزينة جدا في كرة القدم متاعها. الله غالب، ربي سبحانه ما كتب لناش الفرحة. الحمد لله على كل شيء. نحب نشكر برشا الشعب المغربي اللي ما قصرش معانا. نحب نقول لكم ان شاء الله تجينا احنا الفرصه باش ننظموا اي كومبيتيسيون ولا اي ايفينمون في بلادنا ونرجعوا لكم الجميل اللي عملتوها معانا، بكباركم بصغاركم بنساكم برجالكم. ميرسي بوكو مره اخرى، ان شاء الله نتقابلوا في الخير وراكم بدلتوا صورتكم تماما في مخ التوانسه. مره اخرى ميرسي بوكو المغاربه، ربي يفضلكم وكما تقولوا انتم الله يحفظكم. وكاو خويا ان شاء الله زينه وبالتوفيق لكم في كاس افريقيا، وان شاء الله تجيبوها انتم ولا اي منتخب من شمال افريقيا. المهم ما تخرجش من عند العرب وما عند شمال افريقيا بصفه عامه. يعطيكم الصحه. يعرضوا فيا تو مغاربه والجزائريه، معليش المره الجايه تعوض. وانا من داخل عارف باللي مانيش نعوضوا المره الجايه، من الداخل عارف باللي ما فماش فرحه. يا ولدي شوف التنظيم، كان تشوف البلاد راني اكتشفت راني درتها بريسك تو المغرب، طلعت لجبل وثلج وواحد ونشوف في حاجات مش نورمال. صح عليهم بأتم معنى الكلمة، هما وغيرهم تنظيم وفي بلادهم وفي كورتهم وفي أمورهم. أنا برجولية ما عادش مش نستنى حد شيء. أهم شيخين صح عليهم مش نفرحوا هكا في بالك؟ حتى كان ترشحني ما نفرحوش. حتى باي عندك الحق. باي بيان جوي صح فرح. انا بخليقي نربحوا ما يسالش. باي شوف فيا مكرس. باي يا صح على امك ويعطينا احنا باش يقول فمي اللي ماشيين ونشجعوا ومتر تصب ونصرفوا في فلوسنا باش نخرجوا هكايا. يا خويا المغرب بصدد تجهيز البلد كله كمجتمع كروي، كمجتمع رياضي، كبنية تحتية، كعقلية المشجعين، كمباريات حتى نفسها فنيا، كأرضية ميادين إلى كأس العالم. الهدف الأسمى ليس أفريقيا، الهدف الأسمى بالنسبة للمغرب هي كأس العالم مع شبه جزيرة إيبيريا، مع البرتغال، مع إسبانيا، حتى لا يكون الجزء الأوروبي أفضل من الجزء الأفريقي. المغرب نهضة شاملة حتى تلتحق بإسبانيا والبرتغال وتقدم مونديال تاريخي. وأعتقد أن المغرب رفعت الراية عاليا جدا على الدول الإفريقية. وأنا سمعت منذ أيام وأن الكاف يفكر في أن يعيد افريقيا 2028 الاخيره اللي بعدها ستكون الدوريه 4 سنوات سيعيدها الى المغرب. نعم هناك حديث في الكواليس على أن المغرب ستنظم افريقيا سنه 2028 لانه لن تجد الكاف افضل من ملاعب المغرب وافضل من الجماهير المغربيه وافضل من المجتمع المغربي لاحتضان افريقيا. الحقيقه وللامانه هذا شرف كبير للعرب، شرف كبير لنا كشمال افريقيا، شرف كبير للقاره الافريقيه وانه عندها بلد قادر على الاستضافة بهذا الشكل الرائع والرائع جدا. وانت اكثر من رائع حبيبي. شوفوا كيفاش تعامل الامن المغربي مع الجماهير التونسية. وبعدها اقترح عليهم مكان ينجموا يتلموا فيه الاعداد الكبيرة متاع الجماهير. وهكا كانت ردة فعل التوانسة بعد محادثاتهم مع الأمن. تحية تونس، تحية حبيبي. I love you حبيبي. على تونس واللي ما يحبش تونس عقله في راسه يعرف خلاص. برشا عليكم، برشا حبيبي، بويا تونسي ولا متاع المغربيه باش تعرف. خويا شوف الحاج والله فرحان فينا. عسلامة يا حاج. اللي جا المغرب مرحبا.
انا مش هعمل دورة مع صاحبنا المغربي. اول مره في حياتي اشوف فرقه مصممه تخرج نفسها بنفسها. منتخب تونس انتوا في ايه؟ انا مش فاهم. مالي بتلعب ناقصين من سنه 93 ناقصين واحد وانتوا زياده واحد. الكوره في رجليكم تقيله ليه؟ ما بتخرجش الكوره بسرعه ليه؟ وجات لك فرصه حتى في ضربات الجزاء، جات لك فرصه مره واتنين انك تتقدم. ركز ركز. حارس المرمى بتاع منتخب تونس انت جاي تصلي العشاء بس؟ يعني انت واقف تقرا قران وما ترميتش على ولا كوره صح. الكرة اللي اترميت عليها هي جت في العارضة وخرجت والتانية خرجت بره. فيعني منتخب تونس اللي يجننك، عارف لو وحشين اوكي هقول خلاص هو كده، بس انتوا عندكم احسن من كده بكتير. ليه مصممين تعكننوا علينا؟ انا مش فاهم. فهارد لك لجمهور تونس، لان منتخب تونس ده اللعيبه دي ما تستاهلش وما عملوش اللي عليهم وما كانوش احسن حاجه وما كانوش، مش عايز اقول الرجاله بس يعني هارد لك منتخب تونس خرج نفسه من البطوله بنفسه. ربنا يسترها بقى على اللي جاي ان شاء الله. أنا سميت المكان منتجع كرة القدم في المغرب وفي أفريقيا. اليوم بمر مرور كرام يعني بشكل سريع على مقر الجامعة المغربية لكرة القدم. ولما أقول لكم مقر الجامعة المغربية يعني الاتحاد المغربي. أنا في المغرب يسمونها الجامعة. أوكي؟ هذه الجامعة الملكية لكرة القدم. طبعا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكون في وين؟ جاية في مكان في مثل لجنة أو نادي المنتخبات، يسمونها مركب المنتخبات، صح؟ مركب مركب محمد السادس لكرة القدم. طبعا فيها تجتمع في كل المنتخبات الوطنية عندهم من الصغار لين الكبار، رجال وسيدات، ومسوينها على شكل جميل. يعني شوف كأنه تحفة معمارية. السلام عليكم. تحفة معمارية ما شاء الله. هذا هو الاتحاد المغربي للجامعة الملكية لكرة القدم. وهذا ايش؟ هاي فيفا. وهذا مقر فيفا. افريقيا هنا. هذا مقر الفيفا في افريقيا. المقر الرسمي هذا. كل شيء يتعلق في القارة الأفريقية هني. هذا مقر الفيفا. نسوي لهم مقر خاص فيهم في هالمكان. كأنه منتجع، خلنا نشبه لك اياه كأنه منتجع، لأن في كل شيء خاص بكرة القدم فقط. اسمحوا لي يعني جماعة الفيفا ما راح يلاقون أحلى من هالمكان اللي أنا فيه الحين، من حيث الطبيعة والخضار والجمال والترتيب والتنسيق. يستاهل انفانتينو. وشوفوا هذا المبنى هو الفندق اللي يسكنون فيه المنتخبات المغربية. يعني المنتخب الأول، المنتخب الشباب، الأولمبي، الناشئين، سيدات، رجال، اللي عندهم بطولة، اللي عندهم معسكر، هذا فندقهم. يسكنون في هذا المكان تبع لهم كامل، وفي هذه باصاتهم، ترتيباتهم، كل شيء. أنا سميت المكان منتجع كرة القدم في المغرب وفي أفريقيا. ليش؟ يا أخي المكان ياخذ العقل، مكان حلو، مكان طبيعة وجميل. يذكرني في وين؟ يذكرني في نادي منتخباتنا في سباير، نفس الشيء في حديقة سباير. تقعد هناك فنادق ومنتجعات وشيء. هاي صح يعني يعطي راحة نفسية حق اللاعب انه ينتعش وينبسط ويعيش معاك الأجواء. السلام عليكم.